اهلا بيكم. انا دكتور محمود ماضي. هنتكلم النهارده عن انواع عمليات تصحيح بالنسبه ان انت كشخص بتعاني من ضعف في الابصار وعايز تتخلص من النضاره الطبيه بتاعتك او من العدسات اللاصقه. اكيد هتسمع عن انواع كتير من عمليات تصحيح زي الليزك السطحي، الفيمتو، البي ار كي، الليزك التقليدي، هتسمع عن الالترا ليزك. كل الانواع دي انت متشتت ما بينها، مش عارف هتعمل ايه او ايه الصح ما بينهم. الليزك السطحي او البي ار كي ده فكرته كلها ان انا كنت بشيل الخلايا السطحيه من القرنيه، وبعدين ببتدي ان انا بنزل شعاع الليزر عليه بحيث ان انا اعالج ضعف الابصار كله، وبعدين انتظر لحد اما الخلايا بتاع القرنيه تنمو كلها تاني، وبحيث ان انا ابان انسان طبيعي. ده كنت بضطر اعمله لو انا اقدم في كليه شرطه او حربيه ومش عايز العمليه انها تتكشف. مشكلة البي ار كي او من عيوبه ان بيبقى فيه وجع شديد اول 3 ايام، بيكون فيه حساسية شديدة للضوء، ما بقدرش امارس حياتي في اول 15 يوم، بحتاج راحة منزلية شوية. فما حدش بيعمل العملية دي غير لو كان مضطر ان انا بعملها لها سبب معين. خلصنا النوع الاول، هندخل في النوع الثاني وهو الليزك التفصيلي او الالترا ليزك. يعني ايه ليزك تفصيلي؟ يعني ببتدي ان انا بشوف بصمة العين وبشوف القرنية نفسها اللي بتفرق من شخص لشخص، وبفصل الليزر على مقاس القرنية نفسها بحيث ان انا اعالج عيوب الابصار واعالج التشوهات البصريه والاستجماتيزم اللي بتفرق من كل عين لعين، بحيث ان انا اقدر بعد العمليه ان انا احصل على رؤيه جيده توصل ل 6/6 وال6/6 حاد كمان. العمليه بتتم ازاي؟ بنبتدي ان احنا بنرفع اول شريحه من القرنيه باستخدام مشرط جراحي دقيق جدا. برفع اول شريحه، بنزل ليزر، وبعد كده باخد بصمه العين وبعمل ليزك تفصيلي بحيث ان انا افصل المقاس بتاعي واعالج التشوهات البصريه، وارجع الشريحه دي تاني مكانها اللي بتاخد حوالي 6 ساعات في الالتئام. بس من تاني يوم بتقدر تمارس حياتك طبيعي من غير ما ندعك في عينينا اول فتره بعد العمليه. يعني ايه فيمتو ليزك؟ بدل ما انا في الليزك بقطع اول شريحه من القرنيه باستخدام مشرط جراحي، لا انا بستخدم جهاز الفيمتو في عمل الشريحه دي، وبعدين برفعها بنزل ليزر وارجع الشريحه دي تاني. ايه فرق الفيمتو ليزك عن الليزك العادي باستخدام المشرط؟ ان الليزر يعتبر دقيق جدا، ما بيغلطش، نسبه الامان فيه عاليه. ببتدي ان انا بتحكم في سمك الشريحه نفسها بحيث ان انا بدي اعلى نتائج ممكنه. سرعه الالتئام بتكون افضل واحسن للعيانين. الفيمتو سمايل، وده بخلاف جميع انواع عمليات الليزك، لا ده ما بقطعش فيه اول شريحه من القرنيه، بيبتدي بينزل الفيمتو ليزر سكند على القرنيه، بيعمل لي شريحه متناهيه الصغر. ببتدي ان انا بستخرجها من فتحه صغيره في القرنيه بدون ما برفع اول شريحه من القرنيه او بحدث قطع في القرنيه، وده معناه ان هو اتاح للناس اللي سمك القرنيه بتاعهم كان ضعيف ما كانش ينفع يعمل ليزك ان هو يبتدي يعمل فيمتو سمايل. وده يعتبر امن بكتير لان ما فيهوش اي تدخل جراحي نهائي. العيان بيطلع من العمليه يقدر يمارس حياته طبيعي بعد العمليه على طول، يدعك في عينيه، يسافر، يعمل اللي هو عايزه من يوم العمليه، مفيش اي مشاكل خالص او اي خوف. كمان في ميزه كويسه ان انا لما مش هقطع اول شريحه من القرنيه، فده معناه ان نسبه الجفاف بعد العمليه بتكون اقل بكتير، وده بيديني رؤيه اوضح من الليزك كمان بمراحل على مدار اول 2-3 اسبوع. باختصار شديد جدا دول ال3 انواع بتوع تصحيح الابصار، سواء كان ليزك او فيمتو ليزك او فيمتو سمايل. طب انا ايه الانسب ليا دلوقتي او هعمل ايه؟ ده اللي بيحدده فحص القرنيه بتاعك والمقاسات بتاع النظر. ولما حضرتك بتشرفنا بنعمل الفحص بنشوف بعدها وبنحدد ايه الانسب ليك، بحيث ان كل قرنيه بتفرق عن القرنيه التانيه سواء في مقاساتها او في سمكها، فكل شخص ليه حاجه افضل ليه. طيب انا لو فحصي النهارده ينفع لجميع الانواع، ايه افضل نوع؟ طبعا افضل نوع هو الفيمتو سمايل لان ما برفعش اول شريحه من القرنيه، فدي اعلى نسبه امان في انواع عمليات تصحيح. لو عندك اي استفسار تقدر تسيبه لنا على رسائل البيج او ان انت تكلمنا في التليفون، وان شاء الله نرد عليك في اسرع وقت.